ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. النهارده هتكلم عن تخزين الليمون. زي ما اتعودنا ان احنا نستغل اي خضار او فاكهه او اي حاجه بنستخدمها دايما في الموسم اللي هي بتكون فيه موجوده بكثره وكمان سعرها قليل. الليمون دلوقتي وصل الكيلو ل4 جنيه وفي 3 جنيه كمان. اللي هو الكويس بيتباع ب5 جنيه. فما فيش مانع نجيب كيلو ليمون كويس محترم ونخزنه بأي طريقة من الطرق اللي احنا هنقول عليها. احنا هنقول كذا طريقة هتنفع بإذن الله. الطريقة الدارجة وكله تقريبا بيتكلم عليها اللي هي الليمون بالملح او الليمون بالسكر. هو الاتنين فكرة واحدة، بس ده بيبقى له بنستخدمه في حاجة وده بنستخدمه في حاجة. كل الحكاية ان انا بجيب الليمون بتاعي وبقطعه شرايح زي ما انتوا شايفين كده كده زي ما هو موجود عندي في البرطمانات. ببتدي لو انا عايزاه بالملح عشان استخدمه في السلطات وخلافه، طبعا بخلي بالي من نسبة الملح وما بقاش ازود ملح في السلطة. بجيب ملح واحطه اغمس كده الليمونة فيه وابتدي ان انا ارصهم في برطمان خلال وقت قليل، او تاني يوم بتلاقيه مليان مية كده. طبعا المية دي كلها عبارة عن عصارة ليمون، عصارة حلوة جدا لانها بتاخد كمان الفوائد اللي في القشر. اللي بالملح ممكن استخدمه في الاكل الطبخ بتاعي والسلطات، لما اجي اعمل كبده اي حاجه، اغسل فراخ مش يعني سائل كويس في الطبخ وكده. طيب اللي بالسكر بستخدمه مثلا في العصاير. في الناس اللي هما بيحبوا يشربوا الشاي الاخضر بالليمون، باخد مثلا معلقه من السائل وشريحه ليمون. تمام، احنا كده هنخلص الطريقه دي بس عشان نتكلم بسرعه. الطريقة اللي انا بصراحة بحبها ان هي الليمون ده طالع حالا من الفريزر. شايفين جامدة ازاي؟ بتخزني قد كيلو. في الوقت اللي الليمون هيكون سعره غالي او ما عندكيش ليمون او محتاجة ليمون دلوقتي حالا، هتطلعيه من بدري شوية وهتفك معاكي، هتبقى ليمونة زي الطازة تمام. دي يا جماعة ان شاء الله انا مطلعاها من الفريزر وسبتها تفك براحتها خالص. فانا هوريكم قد ايه الميه بتبقى فيها قد ايه. انا هعصر واحده بايدي كده ودي هعصرها بالعصاره. شايفين نزلت لي قد ايه وانا متكتش عليها جامد. تخزينه في الفريزر زي ما هو صحيح سليم بيزود عصارته عن العصاره الاصليه فيه وهو طازه. بجد يعني هي دي تعتبر افضل طريقه لتخزين الليمون. كل الحكايه يوم النهارده انا هاجي اطبخ وانا بطلع مثلا اي حاجه من الفريزر، الفراخ او اللحمه او السمك او اي حاجه، بطلع مثلا استخدامي من الليمون ليمونه ليمونتين، هو ما بيلزقش في بعضه مهما حطيت. ويعني زي ما انتم شايفين مش لازق في بعض ولا اي حاجه، بخزنه في الكيس مش بيجراله اي حاجه. في الطريقه الاخيره اللي اقول لكم عليها، وانا بصراحه بشوفها ان هي متعبه ومش هتبقى حلوه قوي، ان انا بجيب الليمون كله ببتدي ان انا اعصره. يبقى عندي كميه مثلا قد كوبايه 2، ببتدي اخزنهم على زي مكعبات التلج، ولما احتاج اخد مكعبات تلج. ما بفضلهاش لان بحس انها هتفقد قيمتها الغذائيه مش هتبقى حلوه زي ما ان انا اخزنه بحاله كده. طبعا لو الفكره عجبتكم يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتابعونا على القناه، هتشوفوا كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.